انا عندي سؤال، يعني مشكلتي انا من قادرها بالظبط من سنه. طيب قولي سؤالك. بس علي الصوت بس علي مننا صوتك عشان عشان نفهم بس الصوت مش واضح. ماشي حاضر. انا معايا سيلفي ضربني اول مره، يعني ضربني ضرب واحد. سيلفي. سلفك ضربك اخو جوزك يعني؟ ايوه انا في بيت عيله، بس احنا سبعه صحيح قاعدين في بيت عيله. 7؟ ضربني اول مره وتعويه، يعني مش عليك يعني وعله جامد يعني. المهم انا ما اتكلمتش اول مره، ما اتكلمتش وما قلتش حاجه. تاني مره برضه ضربني وسب لي بالدين، يعني كل مره يضربني بيسب لي بالدين. طيب اما جوزك بقى ما قلتي له او شاف او كده قال لك ايه؟ سب يعني سب ما اقدرش اسب انا. لا جوزك لا ما بص المشكله قاعد في جوزي، يعني جوزي انا مش سامعاكي بتقولي ايه؟ انا بقول لجوزي انا بعد ما ضربني والله ما اتكلمتش غير بعد ما طلعت فوق قلت له انت قاعد يعني اخوك يعمل كده، راح كمل عليا وراح ضربني وبهدلني ورمني جسمي تاني هو جوزي التاني. وانا مشيتي فين؟ عند بيت ابويا. تمام. راح ابويا قال لا لازم تخلص. قال لك ايه لازم ترجعي؟ لا ابويا قال لازم تخلص. لازم ايه؟ تخلص يعني ايه؟ تطلقي؟ يعني قال لازم تطلقي، ما ينفعش كده كل يوم والتاني حد يضربك، يعني هو يضربك كمان يكمل. تمام. فباباكي قال لهم تتطلقي، هم قالوا ايه بقى؟ لا هم يعني قالوا كلام كتير خالص عليا برضه وعلى ابويا، ويعني ما اقولكيش. ماشي. وانت مخلفه 3. انا عاد روحت قلت لا عشان خاطر عيالي وابويا مصمم انا اروح. تمام. انا روحت وزعلت ابويا وكده يعني. وبعدين عاد لقيتهم برضه هنا، لقيت سلايفي عاد عمالين يتكلموا عليا كلام وحش، يعني بيتكلموا عليا كلام ما اقولكيش، يعني عشان يعني بعد لما رجعتي ما اتبسطتيش برضه، ما ارتحتيش خالص. طب ما انا تعبانه نفسيتي، يعني حاسه ان جوزي برضه يعني مش هقول لك يعني حاسه. طيب انت سؤالك ايه يا حبيبتي؟ سؤالك ايه يا منى؟ انا عايزه اختصرهم حرام ولا حلال؟ سؤالك ايه؟ اختصرهم يعني ما اكلمهمش. انك انت تقاطعيهم، يعني تفضلي قاعده في بيتك بس هو بيت عيله. ايوه قاعده انا برضه لهم مزاج، خلي بالك انا بعمل لها كل حاجه والله، حتى الحمام بغسله لها وبرضه ما بتشكرنيش. ماشي. فانت لو قطعتيهم وفضلتي عايشه معاهم بس مقاطعاهم، قصدك حلال ولا حرام؟ بس هو جوزك هيوافق انك تعملي كده؟ هو مش راضي، بس انا عايزه يعني اختصر اكتر، يعني صباح الخير صباح النور وبس، مش اكتر. تقصري عنهم يعني. ماشي حبيبتي. هو اولا بس يعني جوزها ده عاوز ياخد دوره في قضيه الرجوله، ويعني ايه زواج اصلا. ما ينفعش زوج بمعنى زوج اللي هو راجل يعني يضرب مراته. في صفات الرجوله مش يضرب مراته، ان هو مش بيضرب بقى، هو ده بيسيب اخوه هو اللي يضرب مراته. ايوه. وهي لما جت تشتكي وبعدين يجي يكمل على مراته بدل ما يقف ويقول لها معلش وحقك عليا وانا هاخد. هنا بقى قضيه التضحيه اللي احنا بنتكلم فيها. التضحيه انا بضحي من اجل زوجتي، بمعنى ايه؟ ان هي محتاجه ان هي تشوف جوزها ده فعلا زوجها، اللي هو السند بتاعها، اللي هو بيقف في ظهرها دايما، اللي هي تحس بالامان وهو موجود في الحياه. فده محتاج ان حد يبدا يديله دوره في الحته دي ويعلمه ده اصلا. واخده بال حضرتك؟ الحاجه الثانيه، طيب هي قالت اقتصر، يعني ايه اقتصر؟ اللي هو صباح الخير صباح النور بس وخلاص. ده مش مقاطعه، مش قضيه اللي انا في بيت عيله اللي انا اقعد بقى معاهم واكل واعمل لهم واخدمهم وتيجي مشاكل. لا 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 لا، خليكي في شقتك، اقتصري على بيتك واولادك وقولي صباح الخير صباح النور السلام عليكم وعليكم السلام تصبحوا على خير وانتهت الامر. وخليكي فين؟ خليكي مع زوجك، لكن اهم حاجه اوعي تتنازلي عن كرامتك باي حال من الاحوال.